السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة، والسؤال استكمالا للفيديو السابق اللي هو برعاية حديث الولادة، سواء بعد خروجه من الحضانة او بعد الولادة مباشرة. في 3 حاجات مهمين لازم هيتعملوا. رقم 1، احنا بنعمل في اليوم الاول اللي هي الجرعة الصفرية من الكبدي به، اللي هو التطعيم اللي هو حقنه في الفخذ، وده موجود عند قلنا النساء وعند مستشفيات الولاده. ثم بياخد الجرعه الصفريه من شلل الاطفال لما بيروحوا التطعيم في خلال الاسبوع الاولاني، مع تحليل الغده الدرقيه. وفي تحليل تاني برضو بيتعمل اللي هي في الصحه اثناء تسجيل الطفل لشهاده الميلاد بتاعته. بالنسبه للتطعيمات بعد كده هيجي له بقى الضرن، وهيجي له التطعيم بتاع الشهرين بعد مده. يعني من الحاجات المهمه جدا جدا لحديث الولاده، سواء خرج من الحضانه او غير الحضانه، موضوع السمعيات اللي هو السكرين اللي بيتعمل. قياس نسبة السمع ده مهم جدا جدا جدا. ولو هو دخل الحضانة وتعرض لأكسجين أو صفرة، هيعمل كمان فحص قاع العين. يبقى فحص قاع العين مهم جدا جدا جدا. وفحص قاع العين مهم فيه إنه بيتعمل على أكتر من مرحلة، حتى لو هو في أول مرة كان كويس. يعني أنت هتروح تعمل فحص قاع العين، هيقول لك والله هو كويس كده تمام. لا، مش تمام، انت لازم تروح في مرتين كمان، هتاخد معيدين او 3 مواعيد، بالذات الاطفال اللي هي حديث الولاده اللي نزل بدري عن ميعاده، او الطفل اللي نزل مبتسر او نزل دخل الحضانه وقعد في الحضانه على اكسجين، سواء جهاز سباب او جهاز فنتليتور. ده مهم جدا جدا، فحص قاع العين وفحص السمعيات بالنسبه له. يبقى احنا الحاجات دي مهمه جدا جدا. من ضمن الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي في الحضانات كويسه جدا اللي هو التحليل الوراثي، وده بيتعمل لحوالي امراض 18 مرض تقريبا او 17 مرض، وده رقم مش قليل خالص. وده مهم جدا جدا للاطفال. هو بيتعمل بس للهاي ريسك اللي هم دخلوا حضانه، بيتعمل لهم التحليل ده، وبيتعاد تاني بعد اسبوع او 10 ايام من التحليل الاولاني. يبقى بيتعمل مرتين، المره الاولانيه بيعملوه جوه الحضانه، ولو هو لسه عندهم بيعيدوه تاني بعد اسبوعين تقريبا. ولو انت خدت الولد قبل مرور المده دي، هيقول لك تعالى تاني عيد التحليل. بري تشيك بيتعمل مرتين اهو. النقطة الثانية المهمة جدا جدا، المتابعة بعد كده بعد الخروج بالنسبة للصفرة وبالنسبة لقياس نسبة الهيموجلوبين، لأن أحيانا كتير جدا الأطفال المبتسرين بيكون عندهم أنيميا، والأنيميا بالنسبة لحديث الولادة والمبتسرين بتبقى مهمة جدا نعالجها في الأول. أطيب تمنيات لحضراتكم ولأطفالكم بالصحة والعافية. شكرا.